لو جبت طبقة من الخبز القمح الكامل وحطيت عليها شوية مرقة وفوقيها اللحم، انت كده هتكون عملت صحية ومتكاملة في طبق واحد. ومش بس كده، سهلة الهضم، ومش بس كده، مدحها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقال عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد أو التشريب أو المسرودة أو الفتة زي ما بيتقال عنها في مصر وفي الدول العربية، هي أكلة مشهورة في تراثنا كلنا، وهي أكلة متكاملة فيها كل عناصر غذائية. الثريد هو عبارة عن الطعام اللي مجموعة من طبقات. أول طبقة خبز القمح الكامل، وهنحط عليه مرقة فيها كل فايدة اللحم من بروتينات وفيتامينات ومعادن، وبعدين هنحط عليها كمان اللحم. احنا اخدنا في الوجبة دي كل حاجة احنا محتاجينها. ومش بس كده، ممكن كمان نضيف لها مجموعة من الخضروات زي القرع اللي دايما برضو الرسول كان بيمدحه. وبكده هنكون خدنا خضروات والياف وفيتامينات ومعادن وبروتين ونشويات صحيه طبق واحد وكمان سهله الهضم. كده هتكون عملت الطبق المتوازن اللي كل الابحاث والدراسات وكل انظمه غذائيه بتحكي عنه، وهو ده اساس البالانس دايت. عشان تعرف في الاخر ان الاساس من السنه النبويه. وكل سنه وانتم طيبين، ودي كانت سنه الرسول النهارده، واستنوني بكره في سنه جديده.